بيبدأ مسلسلنا بسيرة النجمة المشهورة اللي كله عايز ياخد معاها صورة، ده حتى رجال الشرطة هيموتوا ويكلموها. لكن بقى ورجال الشرطة كالعادة بيتفرجوا عليها، بيدخل عليهم راجل وبيقول ان تم الاحتيال عليه في 150,000 دولار، وطبعا كلهم بيتصدموا لما بيسمعوا الرقم، وبيتصدموا اكتر لما بيعرفوا مين اللي عمل كده. وبيطلع لهم ورقة وبيقول لهم ان السيرة النجمة المشهورة هي اللي نصبت عليه في الفلوس دي، وبيقول لهم ان هم يفتحوا المحضر ويرجعوا له فلوسه. طبعا كلهم بيتصدموا في الوقت ده، وبيعملوا بقى اجتماع كلهم كده، وبيكون لسه في شرطي مبتدئ اسمه تونج جو اللي بيقولوا له ان هو لازم يكلمها ويجيبها هنا المركز باي طريقه، وفي نفس الوقت ممكن تكون بريئه فما يحسسهاش باي حاجه. طبعا كل ده عشان هم معجبين بيها يعني، وعلشان كده هم بيلبسوه علشان لو عرفت مين اللي كان بيكلمها يكونوا هم براء. وفي نفس الوقت ده بنروح لسيرة بقى اللي بتكون نجمه مشهوره جدا وممثله جميله جدا، والمساعده بقى بتكلمها وبتقول لها انا كنت مرتبطه بالممثل المشهور ده وقال لي مفيش في القلب غيرك، بس شوفي دلوقتي قاعد مرتبط بكذا بنت بعد. فبنتنا بتقول لها انا قلت لك اللي هو من الاول واطي، بس انت ما سمعتيش كلامي. وبتقول لها ولا يهمك، انا هاخد حقك دلوقتي وحق كل البنات اللي بيلعب بيهم. وبيروح فعلا وبيمثلوا قدام بعض المشهد، وهي بترمي في وشه العصير بعد ما بيخلصوا، وبتقول للمساعده انا جبت لك حقك اهو، بس بعد كده ما ترتبطيش بحد الا لما تقولي لي. المهم بقى في الوقت ده تونج جو بيتصل بيها، فبترد عليه وبيقول لها نام سيري معايا، فبتقول له على حسب يعني ده جايلي بايه. فبيقول لها ان في واحد بيقول ان انت نصب عليه في 150,000 دولار، وبتقول له ان في الحياه مش اسمها نام سيري اصلا، وما يصدقش اللي جه يقول له الكلام ده لان هو اصلا باباه، وان هو كل شويه يخش السجن ويخرج من السجن وعايز يلبسها في اي حاجه وخلاص. فطبعا المحققين كلهم بيكونوا سامعين اللي بيحصل ده، وبيكونوا فرحانين ان هي ما طلعش ليها في اي حاجه، لكن برضه بيكون لازم ان هي تيجي المركز علشان تشهد باللي هي قالته ده كله. لكن هي بتقول لدونج جو انا اصلا مش فاضيه ورايا حاجات كتيره، فاتصرفوا انتوا يعني. لكن المحققين بيقولوا له ان هو يفضل وراها لغايه ما يجيبها برضه. بنشوف بقى سيرة وهي رايحه تعمل اعلان، لكن هناك بتلاقي ممثله هي مش بتحبها لان هي مغروره وبتعامل الناس وحش. لكن مدير اعمالها بيقول لها معلش تعالى على نفسك شويه، انت كده كده اجرك اعلى منها وهي دور سنه بس. بتلاقي ان الممثله دي بتلقح بالكلام وبتقول ان هما الاتنين دورهم زي بعض، وان هما الاتنين هيمثلوا في الاعلان ده قدام الممثل المشهور اللي جاي دلوقتي. واول ما الممثل بيجي بتطلع تجري عليه وبتقول له ان هي اسمها كوهي وان هي هتمثل معاه المره دي. فبنتنا بقى اول ما بتشوف اللي بيحصل ده بتكون قرفانه وبتمشي، لكن مدير اعمالها بيقول لها استني انت كده هتضيعي كل حاجه. بس هي بتركب العربيه بتاعتها وبتكون ماشيه، واول ما كوهي بقى بتشوف اللي بيحصل ده بتطلع تجري عليها على طول وبتتوسل لها، والغر والكبرياء بتاعها بيختفوا تماما قدامها، وبتقول لها ده اول اعلان ليها ولازم تبقى انت موجوده فيه، ما ينفعش تبوظي الاعلان. وبتبدا تتوسل لها وتفضل تبكي قدام الناس كلها. فبنتنا بقى علشان قلبها رهيف بتقول خلاص انا هعمله، بس مش علشانك، علشان الناس اللي جت دي كلها ما يضيعش عليهم اليوم. وبنشوف ان الممثله اللي اسمها كوهي دي متضايقه منها ومغلوله جدا، بس طبعا مش هتبين علشان الاعلان يمشي يعني. فعلا بيعملوا هما الاثنين الاعلان، وبتيجي كوهي عشان تاخد رقم الممثل المشهور، لكن هو مش بيديه لها، هو بيديه لبنتنا. لكن سيرة مش بتهتم اصلا، واول ما بتروح البروفه بتاعتها بتمسح الرقم، ولما المساعده بتاعتها بتسالها عملت كده ليه، فبتقول اذا كان هو مشهور انا كمان مشهور. وفي الوقت ده دونج جو بيكلمها لكن هي مش بترد عليه، لكن هو بيفضل يتصل بيها في كل مكان عشان ترد عليه. وفي مره بقى وهي بتتدرب للفيلم بتاعها الجديد بتتصاب، وبتلاقي ان مدير اعمالها بيكلمها وبتروح فعلا علشان تشوف، بس بنلاقي ان هو مدخلها عند واحد كده واللي بيبدا يقرب منها. لكن بنتنا بتكسر له الكاس اللي معاه وبتقول له ان هي مش هتعمل اللي هو بيفكر فيه ده، وبتخرج بسرعه. فمدير اعمالها بيقول لها هي مره واحده عايزك بس تتنازلي مره واحده، لكن هي بتقول له ان هي عمرها ما هتتنازل. فبيقول لها اللي انت عملتيه ده هيخسرك كل حاجه وكده مش هتمثلي في الفيلم الجاي، والمخرج تشوي ده مش هيسيبك في حالك. وبتروح البيت وهي منهاره وبتخش تكلم اختها وبتقول لها ما تبقيش زي، وبتقول لها ذاكري كويس وما تخشيش التمثيل. وبتخش الحمام وبتكون منهاره جدا. وفي الوقت ده بيتصل ابنها تاني، لكن المره دي هي بترد عليه وبتبكي وبتقول له انا ما ينفعش اجي لان انا لو جيت سمعتها هتتضرب. وبتقول له ما حدش فاهم اللي انا بمر بيه، وبتفضل تبكي، لكن هو بيكون عايز يفهم اكتر من كده. فبتقول له ان هي راحت النهارده وشافت مخرج وكان عايز يعتدي عليها يعني. وبتكمل له وبتقول له بس انا ما تنزلتش عن مبادئي، واي نعم الفيلم راح مني اللي انا كنت طول عمري بحلم بيه، بس مش مشكله. لكن هو بيواسيها وبيقول لها اللي انت عملتيه ده الصح. وهي بقى لما بتسمعه وهو بيواسيها بتقول له ان هي جايه، وطبعا المركز كله بيفرح ان هي جايه له وبيعملوا حفله كمان. واول ما بتدخل عليها بيكون الجيش كله مستنيها، وبتبدا توقع لهم كلهم وتتكلم معاهم، وابننا بيكون عينه هتطق عليه، وبيدخلها اوضه الاستجواب اللي بيكونوا عاملينها كافيه اصلا. وبتبدا تتكلم وبتقول ان باباها كل الكلام اللي بيقوله ده غلط وانا عايزاك تلاقيه. فهما بيفرحوا بقى وبيقولوا البنت طيبه ولا ايه، فبتقولوا لما تلاقوه
وبيرموه في السجن. ولما بتخلص بتفضل توقع لهم كلهم، بس ابنها بيكون عايز يروح وفي نفس الوقت متردد. ومدير اعمالها بيقول لها يعني انا معرفش عنك اللي انت تروحي اقسام وكده، فبتقول له امال دي شرطه بلدنا لازم اروح. لكن هو والمساعده بيكونوا فاقسينها حبه يعني، وبيفضلوا يحفلوا عليها شويه كده. بنروح بقى للمهرجان اللي بيتكرموا فيه اجمد الممثلين، وبنشوف بقى كوهي وكلهم بيصوروها، لكن اول ما سيرة بتيجي بيسيبوها على طول وبيروحوا لها. فكوهي بقى بتتغاظ جدا من سيرة، وكمان وهم قاعدين بياخدوا الجوائز بتطلع الجايزه بتاعت افضل ممثله لبنتنا، فبرضه كوهي بتتضايق جدا، وبنتنا بتطلع وبتقول انا ما كنتش مصدقه ان انا هاخد الجايزه دي، وشكرا جدا لبابايا والاخت الصغيره. وبنعرف في الوقت ده ان هي ممثله جامده، لان هي في الحقيقه مش بتطيق باباها. وبتكمل كلامها وبتقول انا عايزه اشكر مدير اعمالي والمساعده بتاعتي كمان. وبتكمل كلامها وبتقول انا هدي الجايزه دي للشخص اللي سمعني في اكتر وقت كنت محتاجه حد يسمعني فيه، وبتقول اول 4 ارقام من الرقم بتاعه، فبيعرف على طول اللي هو وبيفرح جدا، وبيفضل يهيص مع بقيه اللي بيهيصوا في المركز عنده، وبيكون واقع في حبها خلاص وبيموت في دبادبها. لكن بنشوف بقى كوهي اللي بتكون منهاره جدا وبتفضل تدعي البطله بتاعتنا ان هي تموت، ودعوتها دي بتطلع السما على طول، لان فعلا البطله بتاعتنا بتخبطها عربيه وهي مروحه، وبتروح المستشفى هي والمساعده بتاعتها وكمان مدير اعمالها بسرعه، وبتكون متصابه اصابات خطيره جدا. وابننا اول ما بيعرف اللي حصل لها بيطلع يجري بسرعه على المستشفى، وكوهي كمان اول ما بتسمع اللي حصل للبطله بتقول لا اكيد مش انا اللي عملت كده. وبنشوف بقى ان من ساعه 1999 ولغايه 2025 البطله بتاعتنا كانت في غيبوبه، وبتصحى بقى وهي في المستشفى لاول مره بعد 26 سنه. وطبعا كل اللي معاها في العنبر بيكونوا مذهولين لان هي ازاي صحيت بعد كل الوقت ده. لكن هي بتخرج وبتخبط في المحقق اللي هو دونج جو دلوقتي بعد ما كبر، وبتاخد كمان النضاره بتاعته، فبيقول لها يا حاجه انت يا ستي يا كبيره ممكن النضاره بتاعتي بس. فبتقول مين الكبيره دي؟ انت بتكلمني ان انت ما تعرفش انا مين؟ بتقول له سوري على النضاره بس ما ينفعش حد يشوفني عشان ما يتعرفش عليا. لكن هو ما بيكونش فاهم هي مالها المجنونه دي، لكن هي بتسيبه بقى وبتطلع تجري علشان تدور على دو يون اللي هو المدير بتاع اعمالها، وبتسال الممرضه لو في تليفون عمومي عشان تتكلم منه، لكن الممرضه بتبص لها بقرف كده وبتمشي. وهي بقى بتاخد الصدمه الحضاريه ان كل الناس معاهم تليفونات تاتش، ما بتكونش فاهمه هو ايه اللي في ايديهم ده اصلا، وبتقول ده اكيد انا دلوقتي في برنامج مقالب. لكن في الوقت ده دونج جو بيروح لها وبيقول لها بقول لك ايه خليني لطيف معاكي كده هاتي النضاره. لكن هي بتقول له بقول لك ايه خليك بعيد عني كده، هو انت لسه لغايه دلوقتي ما تعرفنيش؟ بيقول لها بقول لك ايه يا ستي يا عجوزه انت هاتي بس النضاره كده وبعد كده نبقى نتكلم. فبتقول له تاني يا عجوزه انت ما تعرفنيش بقى انا الممثله سيره. فبيقول لها مين معلش؟ فبتقول له ليه سيره انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ وفي الاخر الامن بيجي وبياخدها وهو بياخد منها النضاره بتاعتها، وبيودوها بقى عند الدكتوره اللي بتسالها وبتقول لها ما تعرفيني كده عن نفسك. فبنتنا بتقول لها انا ليه سيره الممثله المشهوره مش عارفاني ولا ايه؟ الممرضه اللي جنبها بتضحك الصراحه، لكن الدكتوره بتقول لها على اسمها الحقيقي واللي بيكون بونج. فبتتصدم كده وبتقول ايه ده هو انت عرفت اسم الحقيقي منين؟ لكن الدكتوره بتقول لها هو انت مش فاكره ايه اللي حصل معاكي امبارح؟ بنتها بتقول لها ان امبارح عملت حادثه بعد ما خدت جايزه افضل ممثله وهي راجعه. فالدكتوره بتبص لها كده، فبنتها بتقول لها ايه ده هو حصل حاجه؟ هو انا بقالي كتير هنا في المستشفى؟ لكن هي بتقول لها يا بونج بس انا عايزه اعرف احنا في سنه كام؟ فسيره بتفكر كده وبتقول لها 1999. فبتقول لها كده الدكتوره، فبتقول لها ايه 2000؟ لكن الدكتوره بقى بتدي لها الصدمه وبتقول لها احنا في 2025. ففعلا بتاخد الصدمه منها وبتقول لها 2025 ايه بس انتوا اكيد عاملين فيا الكاميرا الخفيه. والدكتوره عشان تثبت لها ان كلامها صح بتشغل لها الشاشه اللي بتكون موجوده عليها الاخبار، وبتقول لها ان النهارده 18 ابريل 2025. وبنتنا بقى بيغم عليها من هنا وبتحلم بقى بالمساعده بتاعتها وكمان مدير اعمالها اللي بيكونوا بيتكلموا معاها، وبتقول لهم يا جماعه مش شايفين اللي حصل فيا؟ خرجوني من هنا، انا صحيت وبيقولوا لي احنا في 2025. لكن هم بيفضلوا يضحكوا معاها وبيقولوا لها الكلام ده ما حصلش اصلا. وبتكون فرحانه جدا لغايه ما بتصحى من النوم، بتروح على كل اللي معاها في العنبر وبتفضل تقول لهم انتوا ما تعرفونيش انا ليه سيره، انا ممثله مشهوره ما حدش عارفني خالص. لكن الناس بتقول مين المجنونه اللي بتتكلم دي؟ بيكون بقى دونج جو قاعد في الوقت ده وبيتكلم مع الممرضه على الحادثه اللي حصلت امبارح، وان في عربيه خبطت واحده امبارح ودخلت المستشفى، وبيقول لها فعلا انا شفتها تقريبا هي نفس الشخص. فالممرضه بتقول دي فقدت الذاكره دلوقتي وبتدعي ان هي ليه سيره، وهو بيقول فعلا انا حاسه ان هي في حاله نفسيه مش مستقره. ويقول لها جيلكم انتوا ما يعرفش مين سيره دي، بس كانت نجمه مشهوره جدا، وبيستغرب ان هي ازاي تجرؤ اصلا ان هي تقول اللي هي ليه سيره. وبنشوف بقى في الوقت ده دو يون اللي بيكون المساعد بتاعها بعد ما بقى هو الرئيس التنفيذي للشركه، بس بيكون تعبان شويه وبيروح المستشفى. بنروح بقى لسيره اللي بتكون واقفه قدام المرايه ومش مصدقه اللي حصل فيها، ومش مصدقه خالص ان شكلها بقى عامل كده وان هي بقت عجوزه، وبتفتكر كلام الدكتوره لما بتقول لها ان الذاكره وقفت عندها لغايه 1999 يعني من ساعه ما عملت الحادثه، وبتقول لها اللي حصل معاكي ده خليكي ترجعي لاحسن
ذكرى انت فاكراها في حياتك وتفضلي فاكراها. ودونج جو بيروح علشان يشوفها لكن ما بيلاقيش ان هي في السرير بتاعها، فبتكون هي في الوقت ده خارجه بره المستشفى، لكن دو يوم بيكون داخل، لكن هي بتفضل تخبط في الباب كده لغايه ما هو بيقع، وبتخرج بقى وبتفضل تتمشى وبتشوف الدنيا، وبتكون عايزه تاخد تليفون من اي حد عشان تتصل، لكن محدش بيكون عايز يديلها تليفون، وهي معديه الطريق بقى بتكون عربيه تخبط، فابننا في الوقت ده بيجي وبيلحقها وهي بتقعد وبتفضل تعيط، وبتفضل تعيط كده وبتقول ده اكيد حلم وحد يفوقني منه، وابنها بيكون بص لها كده ومستغرب مالها دي. وبنرجع بقى فلاش باك تاني للحظه اللي هي كانت هناك في القسم وخارجه منه، وابنها بيروح وراها بسرعه وبتقول له هو انت الشخص اللي كنت بتكلمني في التليفون، لكن هو بيتكسف كده وبيقول لها لا، وبيقول لها ان جسمها فيه جروح وان هي تيجي معاه عشان يداويها، وفعلا بنتها بتروح معاه وبيفضل يداوي لها في جسمها ويكلمها كمان، وبتقول له انا واخده بالي اللي انت مهتم بيا يعني، وبيقول لها امال عشان انت بس مشتبهه بيا في قضيه، لكن هي بتضحك كده وبتقوم وبتسيبه وبتمشي. وبتخلص معانا الحلقه على كده، ولو عجبكم المسلسل قولوا عشان اعمل لكم بقيه الحلقات، وسلام.